عمي صلاح كلبش صاحب عربية الكبدة اللي على نص شارعنا. عمي صلاح بيجمع كل يوم كبدته من المحلات اللي حوالينا والمناطق اللي حوالينا. بيجمع كبدة منتهية الصلاحية، بيجيب الكبدة ويبدأ يشتغل عليها ويقطعها ويحط لها بهاراتها وشطتها وفلفلها ويظبطها وبيخلي طعمها خيال، والريحة تجيب الزبون من آخر الشارع وبيسترزق. جه في يوم بيدور على الكبدة اللي بيجيبها كل يوم منتهية الصلاحية ما لقاهاش، وده كان شيء غريب ان هو ما يلاقيش الكبدة بتاعت كل يوم، فاضطر يجيب الكبدة السليمة. فلما جاب الكبدة السليمة وعملها وباعها للناس للأسف ما لقيش استحسان من الناس، وما باعش زي ما كان كل يوم بيبيع. للأسف ده حال بلدنا دلوقتي، ما بقاش في حد بيقدر يقيم الحاجة النظيفة من الحاجة الوحشة. ما هو النهاردة ابننا لما نبدأ نربيه ونفهمه ان الغلط صح وما نقدرش نحسن له سلوكه ونشتغل عليه كويس عشان يطلع طفل سليم معافى بيفكر قادر يفرق بين الحرام والحلال، هيفضل طول عمره ماشي غلط. لما المدرس يخش مدرسته كل يوم ما بيشرحش، ما بيديش حقوق الطلبة ويستنى دروسه الخصوصية اللي بياخد منها الفلوس، يبقى للأسف هيفضل طول عمره ماشي غلط. لما العامل في مصنعته ولا في شركته ما يديش حقوق الناس وما يشتغلش وما يخلصش مصالح الناس ويفتكر ده صح، هيفضل طول عمره ماشي غلط. يا جماعة بلدنا محتاجة الصح، مش محتاجة الغلط، محتاجة ان احنا نشتغل على نفسنا ونشتغل على اولادنا. يا جماعة بلدنا محتاجانا نشتغل صح، نشتغل على الغلط لغاية ما نصلحه. محتاجة ناس بتفكر صح، عاوزين نشتغل صح، ما نشتغلش غلط. عاوزين نصلح من نفسنا ونصلح من حال ولادنا عشان بلدنا تلاقي جيل كويس يبنيها ويفكر في مستقبلها صح، عشان نفرق بين الكبدة البايظة والكبدة السليمة. ولا هندنينا طول عمرنا ناكل كبدة بايظة وبنقول الله ده طعمها خرافي ومش هنحس بطعمها الوحش. القصة دي من خيال المؤلف، أتمنى إنها تكون عجبتكم. لو الفيديو ده عجبكم أتمنى الاشتراك والمتابعة. شكرا.